من المنتخبات اللي بتلعب ضد المنتخب العراقي في تصفيات الملحق المؤهله حق كاس العالم هو منتخب واحد بيلعب ضد المنتخب العراقي، والفايز بين المنتخب السورينامي والبوليفي. اول شيء بتكلم عن المنتخب السورينامي واللي تصنيفه في الترتيب الدولي 123 على العالم، واذا بتقارنه كتصنيف مع المنتخب العراقي فبيكون الفرق 65 مركز. ومشوار المنتخب السورينامي في التصفيات النهائيه المؤهله حق كاس العالم، وفي التصفيات الاولى لعب المنتخب السورينامي 4 مباريات وفاز في 3 مباريات وخسر واحده. والصدق المنتخبات اللي كانت وياه في المجموعه كانت وايد سهله، لكن في التصفيات الثانيه النهائيه لعبوا 6 مباريات ومباراتين فازوا فيها وتعادلوا في 3 وفازوا في واحده، وانهى المجموعه في المركز الثاني. وحرفيا لو فاز المباراه الاخيره اللي لعبها كان تاهلوا حق كاس العالم. والمنتخب الثاني اللي عندنا المنتخب البوليفي، وفي مجموعته احتل المركز السابع ولعب 18 مباراه وفاز في 6 مباريات وتعادل في 2 وخسر في 10. عادل النبي واحد وبيقول لي ان المنتخب البوليفي غلب المنتخب البرازيلي. اوكي بمشي على نفس المنطق مالك، المنتخب البوليفي غلب المنتخب البرازيلي، والمنتخب البرازيلي خسر من المنتخب الياباني، والمنتخب العراقي فاز على المنتخب الياباني. يعني المنتخب العراقي اقوى من المنتخب البرازيلي. واساسا يوم لعب المنتخب البرازيلي ضد المنتخب البوليفي كان اوريدي ضامن التاهل وتقريبا دش بالتشكيله الثالثه. واعطوني توقعاتكم حق المباراه.